السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر الحلو ان في 7 اكتشافات غاز مصرية الانتاج بتاعهم هيطلع خلال عام 25. اول حقل زي حقل زهر ده طبعا حقل مشهور جدا واكبر حقل في مصر. تستعد شركة إين الإيطالية لزيادة إنتاج حقل الزهر بنحو 220 مليون قدم مكعبة من خلال حفر بئرين جديدين في الربع الأول من عام 25. وكمان في حقل اسمه حقل ريفين، ده يبلغ إنتاج حقل ده 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز. وفي خطط بقى مستقبلية في إن احنا هنطور الحقل ده للوصول ل 900 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا خلال عام 25. كمان في حقل النرجس ده هيتراوح تقديرات احتياطات الحقل بين 3 ل 4 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ومن المتوقع بدء الإنتاج الأولي من حقل النرجس في الربع الأول من عام 25، يعني قريب جدا. كمان غرب البرولوس تعتزم شركة شيرون بتروليوم المصرية إنتاج 70 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في مصر، في المنطقة دي اسمها غرب البرولوس. ده الإنتاج بتاعها هيبقى خلال شهر يوليو المقبل، شهر 7 سنة 25، يعني قريب برضو جدا. دي أخبار حلوة. السنة دي هيكون في إنتاج غاز بكمية كبيرة، يعني مفيش قطع كهرباء، وهيكون في تصدير للخارج، وده طبعا أخبار جميلة. والحلقة كده خلصت. يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس مهم جدا، وكمان تتفرجوا على الفيديوهات القديمة وتستنوا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.